اهلا بيكم حبايب قلبي. النهارده فيديو جديد، والنهارده بقى فيديو حماسي قوي قوي قوي، ومش هيهمنا حد في الدايت ومش هيهمنا حد ان احنا نخس. النهارده عايزه اتكلم معاكم عن تجربتي في التخسيس بعد سن، مش هقول ال40 مش هقول ال30، هقول بعد سن ال45 وتحدي. طبعا في ناس كتير في دماغها ان خلاص ده بعد ال35 بعد ال40 بعد ال45 التخسيس صعب. لا، التخسيس مش صعب ومش مجهود ومش حرمان. ايه اللي حصل؟ هقول لكم التجربة بتاعتي وفرقت معايا في ايه. الواحد بقى او الواحدة بعد سن ال40 بتبقى عايزة تهتم بصحتها، تهتم ببشرتها، تزود الاهتمامات شوية. يعني لو هي مهتمة اوريدي بتزود اهتماماتها شوية من اكلها، ان اكلها يكون صحي، ما يكونش فيه مثلا مواد حافظة. في نفس الوقت ان هي بتحاول على قدر الامكان يكون اكل فيه فيتامينز عشان يقويها، عشان يقدر ان هي مثلا ايه تاخد العناصر الغذائية بتاعتها. فالتفكير بيختلف بعد سن ال40 تماما. انت بتلاقي نفسك هو بداية سن جديدة، هو بداية حياة جديدة، مش حياة ان انت كبرتي او عجزتي او الكلام ده كله ابدا. سن ال40 بيبقى نضج وبيبقى فهم ووعي. بتبقي مش بتعملي حاجة الا لما تفهميها، مش بتعملي حاجة الا لما تحسيها قوي. فمن هنا بتيجي اهمية السن ده. فلما جيت بقى اخد التجربة بعد السن ده، طبعا في الاول او زمان او ايام مثلا 20 حاجة و20 30 كنت باخد التجربة دي وبفشل، لان كان السن ده طبيعته مستعجل، عايز كل حاجة بسرعة. في نفس الوقت يعني انا لسه هستنى ولسه هشوف ولسه مش عارف ايه. فالاستعجال وقلة التركيز وقلة الوعي في السن ده هو اللي بيخلي الدايت يفشل. لكن بعد سن ال40 لا، الواحد بيبقى اوعى وافهم وكل حاجة في الدنيا. فبتدخلي بقى التجربة تقولي ايه هو انا عايزة ايه؟ انا عايزة اخس. طيب اخس ليه؟ عشان حاجات كتير جدا. اول حاجة صحتي، علشان انا محتاجة اكل اكل صحي، عشان محتاجة امشي، محتاجة اتحرك، محتاجة عضلاتي ما يبقاش فيها مشكلة. ففي اجابات كتيرة جدا على ليه بعد سن ال40. تمام. طيب بدأت ان انا بقى ايه احط لنفسي دراسة، ادرس يعني ايه اخس، يعني ايه اسمع لجسمي، يعني ايه اكل وما تحرمش وفي نفس الوقت اخس. كل ده كان لازم افهمه قبل ما اخد التجربة، نتيجة لطبيعة السن، وان السن ده عايز يفهم كل حاجة قبل ما يعملها. وصدقوني السن اللي هو ال20 ال30 ال35 كل ده لو عايز يخس، حتى الاطفال افهموا وركزوا وانتوا هتخسوا. معايا؟ معلش بس صوت التلاجة كان مزعج. افهموا وركزوا وادرسوا وانتوا هتخسوا. ندرس يعني ايه؟ ندخل مدرسة؟ لا، النت ما خلاش اي حاجة يا جماعة. النت بقيت اتصفح في النت واشوف عن ناس ثقة، واشوف فيديوهات واسمع ويعني ايه اخس، ويعني ايه مش عارفة ايه، ويعني ايه بيتفاعل مع ايه، ويعني ايه الوجبة لازم تكون متكاملة، ويعني ايه ما ينفعش ابطل مثلا نشويات، وما ينفعش اخلي كله بروتين، وما ينفعش اخلي كله دهون، وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش. انا جسمي محتاج عناصر متكاملة، محتاج كل حاجة لازم احطها فيه. طب انا جسمي ساعات بيبقى نفسه في تمراية، اديله التمراية. اسمعي لجسمك، اسمعي لجسمك ايه اللي وجعك، ايه اللي كلتيه فوجع جسمك فما عدتيش تاكليه تاني.
زي مثلا ربنا يعافينا يا رب مريض السكر، ساعات مثلا لما ياكلوا عيش كتير او اكل كتير تلاقي رجليهم وجعتهم، فخلاص ده هو انا هحافظ بعد كده ما اكلش كتير عشان رجلي ما توجعنيش. صح ولا غلط؟ صح. يبقى انا في كل الحالات بوعى وبفكر وبدرس. فجبت بقى الصيام المتقطع. الصيام المتقطع كان حاجه جديده عليا، ما جربتهاش قبل كده. عجبني فيديو حلو قوي على النت كان بيتكلم عن الاخطاء اللي بتوقعنا وتبوظ علينا الصيام المتقطع، فده كان عجبني جدا. وقلت ايه، انا همشي على الفيديو ده بحذافيره كده، وهعمل ايه الصيام المتقطع ده. يعني ايه صيام متقطع؟ يعني صيام عادي بتاعنا ولا ايه؟ وازاي اصوم واخس؟ وازاي مش عارفه ايه. طب ما احنا في رمضان بنصوم وبنزيد. عرفت بقى وفهمت، انت في رمضان بتصومي وبتزيدي عشان انت بعد الفطار بتخربيها، وعشان مش مركزه، وعشان حاجات كتيره قوي. طب انا في الصيام المتقطع بصوم وبخس ازاي؟ ويعني ايه متقطع؟ يعني على فترات. يعني انت بتصومي فتره طويله وبعدين بتاكلي وجبه، وبعدين تصومي ساعتين وبعدين تاكلي وجبه، وبعدين تصومي ساعتين وبعدين تاكلي وجبه. تقطعي الصيام. وغير كده كمان بيتخللوا مشروبات عادي. ده الفرق بينه وبين الصيام الاسلامي. ممكن نعمل الصيام المتقطع صيام اسلامي، ممكن جدا، ممكن جدا عادي. بس هو بس الصيام المتقطع ميزته انك بتشربي ميه بالنهار وانت صايمه، يعني في فترات الصيام بتشربي شاي، بتشربي قهوه، بس طبعا بدون اي سكر. فلو عايزه تستغني في يومين 3 عن المشروبات دي وتصوميهم، عايزه تصومي يومين في الاسبوع صيام اسلامي، تاخدي الثواب وتجددي النيه ويبقى منه ده ومنه ده، ده جميل جدا، ده رائع. وده برضو من الافكار الحلوه اللي الواحد بيفكر فيها في السن ده فعلا. طيب فرقت معايا بقى وظهرت نتيجه، فرقت معايا وكان في حرق عالي وظهرت نتيجه. وانسب حاجه للسن ده فعلا فعلا لاحظتها هو الصيام المتقطع. واصح حاجه، بس نعمله صح وناخد بالنا من الفيتامينز بتاعتنا، ونشوف متخصص او دكتور يتابعنا، بحيث ان انا لو عندي مشكله صحيه هو يقول لي ينفع معايا ولا ما ينفعش. يعني يا جماعه هو ده الوعي، هو ده الوعي، ان انا اتحرك في اصول، اتحرك باصول كده معين، ان انا ما اتصرفش بغشوميه تضيعني او تضيع عليا صحتي، او تضيع عليا المجهود اللي انا بعمله علشان اخس والكلام ده كله. فاول حاجه لاحظت ان بشرتي بدات تصفى، بدات حركتي بدات تبقى خفيفه، اللهم بارك. ما عنديش الخمول والكسل اللي ممكن الاقيه عند حد اصغر بس مش ماشي بعادات صحيه. يعني ممكن مثلا انا يعني مثلا ممكن لو بنتي حتى بتنام بتصحى بتكسل بتعمل، انا ممكن الاقي نسبه الكسل عندي اقل. حاجات كتيره بقى من ده، حد اصغر مني كلام من ده. فالنوم بقى معتدل، كل حاجه اتظبطت بفضل الله بعد تجربه الصيام المتقطع. بس بعد كده بمشي عليها ان هو يبقى لايف ستايل، ما تكتريش في الاكل. انت اصلا لو قعدتي فتره تعملي صيام متقطع وتمشي على العادات والتقاليد وكل الحاجات اللي احنا قلناها في الصيام المتقطع والوجبات بتاعه الصيام المتقطع، انت تحسي ان معدتك اصلا صغرت، مش هتتقبل اكلات كتير، مش هتتقبل شرب كتير ميه ولا اي حاجه كتير، مش هتتقبل اي حاجه كتير. هيبقى كله مقنن وكله بحساب عشان ما تتعبيش. فانت هتتعودي على الكميات القليله والسعرات القليله، هتتعودي واحده واحده هتتعودي. بس هي عايزه عزيمه وعايزه اراده وعايزه تحدي وعايزه فهم وعايزه دراسه وعايزه وعي. انما ما اقولش انا بعمل دايت وخلاص، ودايت ورياضه ورياضه ودايت، لا يا جماعه مش كده خالص. والكوميكس اللي بنشوفها دي مش صح خالص. طيب بتقدري تعملي رياضه بقى وانتي مثلا يعني بعد ال40 بتقدري جدا، ايه المشكله؟ الحركه نفسها بطريقه معينه رياضه، شغل البيت رياضه بس بطريقه معينه، ان انت مركزه انك بتعملي بطريقه معينه. التمرينات البسيطه اللي هي في البيت، المشي، ابسط حاجه المشي، بس برضو ماشيه معينه. كل ده يا جماعه بيندرج تحت رياضه خفيفه بالراحه على نفسك، وما تستعجليش النتائج، واحده واحده
ان شاء الله هتلاقي نفسك خسيتي، واحده واحده هتلاقي نفسك ماشيه في الطريق الصح، واحده واحده هتلاقيكي بتلاقي نتائج. بس ما تستعجليش، اقعدي اعملي فيه شهور، اقعدي اعملي فيه سنه، ايه المشكله؟ ما تستعجليش النتائج طالما بيظهر تغيرات، ومع الوقت بيظهر تغيرات على لبسك، على شكلك، على كل حاجه، خلاص على صحتك، دي اهم حاجه. فده كان نبذه كده بسيطه. وبعدين عايزه اقول لكم كمان ان من فوائد الصيام المتقطع ان هو بيزود هرمون النمو جدا، بيزود هرمون النمو جدا، بيصغر الشكل، يعني هرمون النمو ده بيديكي بقى ايه، سن اصغر، بيديكي شكل اجمل، بيديكي حاجات جميله جدا، شعرك لو بيقع ما بيقعش، حلو قوي قوي. بس اهم حاجه معاه الفيتامينز، وان انت تمشي عليه صح. وراجعوا الفيديوهات بتاعتي بتاعت الصيام المتقطع، ان شاء الله هتلاقوا فيها اللي انتوا عايزينه وهتخسوا من غير ما تحسوا. بحبكم جدا جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لايك والشير والاشتراك في القناه للي مش مشترك. مع السلامه.